كما أنني أشكر لمن قدم للمقاومة المال والسلاح، وخاصة جمهورية إيران الإسلامية، ولكل من ساهم وأمن وصوله وتحمل تبعات ذلك بكل عزة وإباء. إيران تنفي دورها في تسليح حماس والجهاد الإسلامي بصواريخ فجر 5، فيما تشكر حماس إيران على ما جرى في غزة وعلى تسليحها بالصواريخ. لكن الطرفين تجنبا التطرق إلى جهود إيران في دفع منظمات مقربة منها إلى إطلاق صواريخ من غزة. رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في مؤتمر صحفي خصصه للتعقيب على وقف إطلاق النار حرص على توجيه شكر خاص إلى إيران، ودعا الدول العربية الأخرى إلى حذو نهجها. لا شك أن سلاحنا الذي صمدنا به وهو فضل من الله، جزء منه تصنيع في غزة وجزء منه لا، أتينا به ممن دعمنا، وإحنا في هذه اللحظة لا ننساهم. إيران كان لها دور في هذا الدعم بالتسليح. قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري فيما بدا تناقضا لتصريحات مشعل نفى أن تكون بلاده قد زودت حماس بصواريخ فجر 5 تعقيبا على اتهامه بذلك من قبل وزير الخارجية فرنسا لوران فابيوس. استخدام الفصائل الفلسطينية فجر 5 بمداه 75 كيلومترا الذي يصل إلى تل أبيب والقدس كان الحدث الأبرز ربما خلال حرب 8 أيام في غزة. عمار الهندي، العربية.